دەست پێ کردەوە بخێر هاتن سەرسەرا و سەرچاوە ئەڤڕۆ ڕۆژ لەسەر ئەساسی کۆ بەیانە ئاش مەجلس الوزراء العراقي دەرکەوتی و تاپۆکردنا خانیت چنگالێ السروي أساسي كان ليانت سياسي وحركات وتيارات سياسي وشيوخ وجهة واتحاد نساء شنغال الفيدري هاني كوده حتى كو سوباسنا مكة اش برئيس محمد شيع السوداني را ارستبكن براستي بيانا موهب عربي به اما بيان بعربي خوندن ابناء همي خلق شنغالي كا حاضر بو الفيدري وكاش درفي إيشنغالي جيكال كامبا جانا خدار باسكو كي درفي ولاد جبه بحكم يكواف قرار كالسلكيبو اش خلقيه ميرا قرار كاساسيبو كو اف تشيلو هفت سالة قند دوان هاتنا ترحيل كنو ويران كرنو هاتا رجا افرو كو ملكو حالو انها دوطابو كرن بانا خوب عربية مي خوندن بيان ترحيب بقرار مجلس الوزراء القاضي بتمليك الإيزيديين وسكان قضاء سنجار منازلهم بعد 47 عاما من الحرمان على اعتاب مرحلة جديدة من الحكم الرشيد وترسيخ مبادئ المواطنة والعدالة بين كل مكونات الشعب العراقي الكريم. جاء القرار الذي أصدرته الحكومة العراقية الموقرة بتمليك العراقيين الإيزيديين وكل مكونات مدينة سنجار لمنازلهم التي حرموا من تملكها على مدى 4 عقود ونصف بسبب السياسات التعسفية للنظام البائد. جاء هذا القرار ليعيد الأمل لأبناء مدينة سنجار بعد سنوات طويلة من الإهمال والحرمان والتعامل غير المنصف من قبل الحكومات المتعاقبة. ولهذا يتقدم سكان سنجار بكل أطيافهم وانتماءاتهم ومن كل مكان يتواجدون فيه، سواء أولئك الذين عادوا إلى قضاء سنجار بعد تحريره من براثن الإرهاب الداعشي أو المقيمين في مخيمات النزوح بانتظار تحقيق حلم العودة، أو حتى أولئك الذين اضطروا إلى الهجرة على أمل العودة حين يترسخ الاستقرار على جانبي جبل سنجار. أولئك كلهم يتقدمون بالشكر الكبير والامتنان العالي لدولة رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني ولكل أعضاء مجلس الوزراء الموقر على موقفهم الوطني النبيل باتخاذ قرار تمليك الإيزيديين وكل أبناء سنجار لمنازلهم بعد عقود من الحرمان وعدم الإنصاف. كما يتقدم أهالي سنجار بشكرهم العميق إلى الأمم المتحدة ممثلة ببرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الهابيتات لما قدموه من جهود جبارة على مدى 4 سنوات ونصف من الدراسة والتخطيط والمتابعة والمساهمة في جمع المعلومات ومراجعة القوانين والقرارات وصولا إلى تقديم هذا الجهد الكبير إلى الحكومة العراقية للمساعدة في اتخاذ قرار التمليك. هذه المرة الأولى التي يتم فيها الاعتراف بحق الإيزيديين وباقي مكونات السنجار المحرومين في تملك منازلهم. الحكومة الحالية هي أول حكومة عراقية منذ عقود تعترف بهذا الحق وتسعى إلى إعادة الحق لأصحابه. سوف يساهم هذا القرار في ترسيخ الاستقرار بشكل أكبر في منطقة السنجار ويسمح للسكان هذه المنطقة المنكوبة بتجاوز المحنة التي عاشوها على يد الدواعش الإرهابيين، وتزيد من قوة الرابطة التي تربط أبناء سنجار بوطنهم، لأنها المرة الأولى التي يتمكنون فيها من تملك منازلهم أسوة بباقي مكونات الشعب العراقي وعلى قدم المساواة. كما سيساهم هذا القرار في تحسين الظروف السكنية الاجتماعية والمعيشية لكل أهالي سنجار، خصوصا أنه سيمكنهم من إعادة إعمار منازلهم بدعم من الدولة العراقية وباقي المنظمات الدولية التي بذلت جهودا مخلصة لإعادة إعمار سنجار. ومن هذا المنطلق يدعو أهالي سنجار الحكومة العراقية بالإسراع في تنفيذ مراحل هذا القرار وتحويله إلى أمر واقع بأسرع وقت ممكن لكي يشعر الإيزيديون وكل سكان سنجار
بالمزيد من الثقة تجاه حكومتهم التي ساندتهم في الظروف الصعبة التي يمرون فيها وتثبت لهم حقوقهم التي سلب منهم. وفي الختام يتمنى أهالي سنجار من الإيزيديين والمسيحيين والمسلمين سنة وشيعة، عربا وأكرادا وتركمانا، يتمنون على دولة رئيس الوزراء السيد السوداني الحرص الشديد على تسريع الإجراءات الخاصة بتنفيذ هذا القرار، وعلى تشجيع المنظمات الدولية وكل منظمات الأمم المتحدة للدخول بقوة في مجال إعادة إعمار سنجار وبناء على ما دمره الإرهاب الداعشي، لما سيكون له من أثر كبير ومهم في نشر السلام وتثبيت أسس الاستقرار في كل ربوع قضاء سنجار. وشكرا جزيلا. سؤال لو سمحت. نعم. طبعا الموقعون على هذا البيان الاتحاد الوطني، يعني أهالي سنجار، الأحزاب والتيارات السياسية، الاتحاد الوطني الكردستاني، مالبند شنغال، حزب الحرية والديمقراطية اليزيدي، حزب التقدم اليزيدي، تجمع شيعة سنجار، اتحاد نساء سنجار، ومجموعة من وجهاء وشيوخ سنجار. نعم تفضل. نعم. طبعا يعني اولا يعني سؤالك يتحمل يعني شطرين، هو اولا الابعاد اللي راح يتحملها هذا القرار، بالاضافه الى الجرأه التي قامت بها الحكومه الفتيه مثل ما انت تدعي، ولكن احنا نشوفها بانه حكومه صحيح الفتيه، ولكن قراراتها قرارات حكيمه وجريئه جدا. هذه الحكومه اللي تشكلت بالتاكيد، يعني الكل يعرف بانه هاي الحكومه تشكلت باسناد كبير جدا من الأخوة في الإطار التنسيقي وبالتنسيق مع الاتحاد الوطني الكردستاني والأطراف الوطنية الفعالة على الساحة السياسية. بالتأكيد يعني هذه الأطراف الرصينة المهمة والوطنية التي تحمل فكر وطني وبعد وطني التي شكلت هذه الحكومة، بالتأكيد هذه الحكومة بنظرنا سوف تحقق الكثير لكل العراقيين. فيما يخص الأبعاد التي سوف تكون يعني على هذا القرار، بالتأكيد يعني هذا القرار هو قرار تمليك يعني كافة المكونات، يعني ليس فقط اليزيديين، يعني هنالك كافة المكونات الموجودة في سنجار التي تم ترحيل قراهم في سنة ال 75، يعني من الأكراد، الشيعة والسنة، المسيحيين، التركمان، كل هذه المكونات كانت موجودة وكل هذه المكونات تم ترحيلها. للأسف الشديد يعني على مدى هاي قرابة 5 قرون لم يتم تمليك الأراضي أو استخراج سندات الطابو لهم. هذه كانت عليها تداعيات كبيرة جدا، بحيث المواطن لم يكن يستفيد من هذه قطعة الأرض التي يعني قام بالتشييد منازل عليها ولحد الآن، مثلا فيما يخص مسألة الطابو، فيما يخص مسألة الزراعة، فيما يخص مسألة التعويضات، في كافة الجوانب القانونية كان لها أبعاد سلبية كبيرة جدا، وخاصة فيما يخص يعني هذه الأبعاد يعني ما بعد عمليات تحرير سنجار. يعني المواطن السنجاري يعني كان يعاني كثيرا فيما يخص يعني عدم وجود سند طابو يخصه ويخص يعني المشيدات اللي كانت يعني على الأرض المخصصة له، يعني كان يلاقي صعوبات جدا في الدوائر المعنية، مثلا في البنوك، في مصرف الزراعي خاصة، يعني تعرفون بأنه المنطقة الزراعية للأسف الشديد يعني المواطن ما كان يقدر مثلا يحفر له بير مثلا إلا يكون عنده سند، مثلا سند طابو حتى يكون كرهن في المصرف الزراعي. فهذه الأمور إن شاء الله بالتأكيد راح تنحل بموجب هذا، وهذه هي التداعيات الإيجابية لهذا القرار. احنا ذكرنا يعني بأنه الإسراع بتنفيذ هذا القرار على أرض الواقع، بالإضافة بالتأكيد يعني أن الطموح يعني سنجار تحتاج إلى الأكثر، ليس فقط هذا القرار. هذا القرار كان بمثابة العمود الفقري لسنجار ولأهل سنجار. بالتأكيد هنالك الكثير يعني من المشاكل، ما نسميها المشاكل وإنما احتياجات أو استحقاقات بشكل أدق، هي استحقاقات قضاء سنجار وأهالي سنجار من الخدمات ومن توفير يعني كافة السبل لغرض إعادة النازحين والمهاجرين. شكرا جزيلا لكم.